بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة الجماهير والكورة. النهاردة موضوع حلقتنا هنتكلم عن كرة دوري أبطال أفريقيا، والكرة أسفرت على المواجهات التالية. طبعا احنا عندنا 16 فريق صعدوا لدوري المجموعات متقسمين إلى 4 مجموعات. عندنا المجموعة الأولى وهي أول فريق معانا فريق سان داونز الجنوب افريقي، بيراميدز المصري، مازيمبي الكونغولي بعد عودة من بقالهم فترة كبيرة مش بيلعبوا في دوري أبطال أفريقيا. طبعا فريق مازيمبي الكونغولي من الفرق القوية جدا في أفريقيا وكان ليها باع كبير. وعندنا فريق اللي هو فريق الجديد اللي أول مرة يشارك في دوري أبطال أفريقيا ويوصل لدوري المجموعات، نادي نوازيبو من موريتانيا. ده بالنسبة للمجموعة الأولى. عندنا المجموعة الثانية بتضم فريق الوداد المغربي وفريق سيمبا التنزاني وفريق أزيك موموزا من كوت ديفوار. والفريق ده طبعا كان فريق كبير جدا وبقاله فترة كبيرة مش بيوصل لدوري أبطال أفريقيا أو لمباريات المجموعات، والفريق وصل السنة دي. عندنا فريق برضو مفاجأة وهو فريق جوانج جالاكسي البوتسواني، ودي من الفرق اللي بتشارك في دوري أبطال أفريقيا ودوري المجموعات، ودي المجموعة الثانية. نروح بعد كده للمجموعة الثالثة وهي المجموعة النارية في دوري أبطال أفريقيا. مجموعة قوية جدا وبتضم نادي الترجي التونسي، نادي بيترو أتلتيكو الأنجولي، نادي الهلال السوداني، نادي النجم الساحلي التونسي. دي من المجموعة الثالثة من أقوى المجموعات في دوري أبطال أفريقيا في ال4 مجموعات بتوعنا. هنخش بقى على المجموعة الرابعة وهي بتتكون كالآتي: نادي الأهلي المصري طبعا بطل أفريقيا ونادي القرن. بعد كده بيجي نادي شباب بلوزداد الجزائري ونادي يانج أفريكانز التنزاني ونادي مديمة الغاني، وده الفريق ده بيشارك لأول مرة. طبعا انطلاق دوري المجموعات وانطلاق المباريات هيبدأ من يوم 24/11/2023. هقول لك كمان على موعد مباراة النادي الأهلي في دوري المجموعات بالترتيب وهي كالآتي: النادي الأهلي هيلعب مع نادي ميديبا الغاني في القاهرة يوم 24 أو 25/11. وبعد كده الأهلي هيطلع لنادي يانج أفريكانز يوم 9/12. هيروح لنادي يانج افريكانز يوم 12/9. وبعد كده الاهلي هيقابل نادي شباب بلوزداد يوم 19/12. وبعد كده هيقابل النادي الاهلي، هيرجع تاني يقابل نادي شباب بلوزداد يوم 23/2. وبعد كده النادي الاهلي هيقابل بطل فريق الغاني فريق ميديبا الغاني يوم 3/1. وبعد كده هيختتم في شهر 4 مع فريق يانج افريكانز التنزاني. طبعا بنتمنى التوفيق للنادي الاهلي واللي هو يحصل على اللقب ال12 في دوري ابطال افريقيا.